الوقت القاتل. زلزولي من سيتكفل؟ هل يرسم الافراح على قلوب المغاربه ام يواصل حمزه الصمود والفراعنه المضي لحلم الثانيه تواليا في كاس الاندر 23؟ هناك فيلم شهير سقوط حنصور، هنا سكوت لنتكلم. صعب مصيرية. زلزولي بديه قال في شوط بالقوي، لاني ميسي لاني مارادونا، قال باش نشوط سنرى. صعبة جدا. الوقت الإضافي، كرة الكأس، بعدها تبقى ربع ساعة اكسترا تايم. بماذا سندخل إلى الشوط الإضافي؟ 1-1 ولا 2-1؟ جول 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 مغربي بالهدف الثاني. الكل انتظر الزلزولي، ولكن جاءت القذيفة من القادمين من الخلف. المغرب تخطف البطولة في آخر رداءات الوقت الإضافي، وخطأ قاتل من حمزة علاء، خطأ قاتل من الحارس. هذه هي كرة القدم. المنتخب المغربي في الوقت الإضافي سيطر، تفوق، خلق فرص، جاب كرة مخالفة في الوقت الضايع من الإضافي. يشوط المغرب ويفوت ويحط الهدف الثاني من أجل صعود البوديوم الذهبي. خطأ قاتل من حمزة اللي عمل دورة كبيرة، ولكن يصير في كرة القدم قوية قريبة. تمركز الدفاع كان متأخر، والكرة تحت دين الحارس. كانت كرة زلزولي مباغتة. بهذه الطريقة حل شفرة الدفاع فكوا بهذه التمريرة، لأنه الكل العالم كان يستنى في زلزولي شوط، ولكن حط الكرة لرقم 14 أسامة. الكوتشينج لعصام الشرعي، والهدف الثاني يا عصام. 2-1 للمنتخب المغربي. مرة أخرى سكور 2-1 يحضر في الفينال اللاعب اللي دخل في آخر التوقيت.